صباح الفل مساء الفل على حسب ما انت بتشوفنا من قناه عمده خليفه. طبعا يا جماعه تمام، في ناس كتيره بتقول لك انا عندي الحمام بيقطع مره واحده وبيقعد فتره كبيره، وفي اللي يقول لك انا اشتريت حمامه وخدت منها حصويتين وبعد كده قعدت بتاع سنه ما خدتش منها حصوات. حلو. طب انا عايز يا عم عماد حاجه تشغل لي الحمامه دي من تاني. هقول لك على سر. تمام، هو بالسر تمام، بس في ناس بنعتبرها سر لكن هو بالسر وبكلام فاضي يعتبر برضه. بص يا باشا، تكنو فيلا ده، تكنو فيلا ده للنتي العقيمة اللي مش بتبيض فترة كبيرة، تقعد لها مثلا سنة. أنا عندي كانت نتاية قعدت عندي سنة بالظبط، عملت معاها كل حاجة لحد ما خلاص أنا طرقتها بقى، عملت معاها كل حاجة كل حاجة. تمام، لحد ما واحد حبيبي قال لي عليه، بصراحة جبته وجربته. تمام، تكنو فيلا ده بصراحة هو والتوتال الاتنين مع بعضيهم، أنا بشتغل الاتنين دول مع بعضيهم بصراحة ملوش حل. طيب، ده بيعمل تنشيط في الموبايل. تمام، ده بشري بيعمل تنشيط في المبرد. تمام، ويخليها تبدا تفرز من تاني. تمام، ده عند الانسان. عند الحيوانات اللي هي الطيور برضه بيخلي عنقود البيض تمام يجمع من تاني ويبدا يشتغل. طيب، ده لوحده يا عم عماد؟ لا يا باشا، ده مش لوحده. ده انا بنزل بيه 3 ايام كل يوم نص قرص بعد الاكل، نص قرص بعد الاكل، وانزل بسنتي توتال. تمام، برضه تمام بعد الاكل بدي نص من هنا وسنتي من هنا. تمام، التوتال طبعا دلوقتي فاهم زي حاجه محترمه، مصدر فيتامينات الف د 3 اهي. تمام، اوميجا. تمام، اوميجا 3، اوميجا 3 واخد بالك، اوميجا 3. وادي تكنو فيلا. تمام، سنتي ونص حبايه لمده 3 ايام وبقف على كده وبقف على كده. بس ما اديش سنتي وما اديش نص حبايه وانا مش مغذي، ما اديش سنتي ما اديش نص حبايه وانا مش مهتم. طيب بعمل ايه؟ انا بمسك النتايه بنزلها عن الذكر لمده اسبوع بالظبط. تمام، وبنتف اول 3 ريش من ناحيه الجناح و3 ريش من الناحيه الثانيه. تمام، وريشتين بالظبط من الديل، ريشتين من الديل، وبسيبهم لحد يبدا ينبت ويطلعوا. يبقى مثلا طول كده اهو، اول ما الاقيهم كده تمام، وراح جايب التوتال وراح جايب، اسمه صعب شويه، تكنو فيلا، اسمه تكنو فيلا. وبجيب التكنو فيلا بعد 7 ايام دول ببقى حابسها. تمام، ابدا اشوف الريشه، اول ما الاقي الريشه بقت كده تمام ببقى برضه حابسها تاني، بسيبها تاني برضه لو كمل معايا الامر، بسيبها باكتر من 7 ايام بعيد عن الدكر، بحيث يكون دكر زاف. والنتايه بحبسها في مكان بعيد عن اصوات الحمام خالص، في مكان اوضه كده مثلا بعيد عن اي صوت حمام. تمام، واسيبها لحد ما الاقي، اتاكد اول ما الاقي كده بدات كده عندي تمام تزرع، اللي هي الريشه اللي طالعه اللي انا نزلت ريشتين من الجناح وريشتين من الديل، ببدا ادي نص قرص من ده وسنتي من ده. لما اعمل كده تمام، انا كده ببدا اظبط تمام النتايه من تاني من جوه، ببدا اخلي الهرمونات المبايض عندها تبدا تشتغل. تمام، الفيتامينات والاوميجا 3 تمام طبعا لا غنى عن التعريف بتاعها، ومعروفه كمان الاوميجا 3 لا غنى عنها خالص. تمام، وببدا اشتغل بالاثنين دول 3 ايام 3 ايام، واخدها واروح مدخلها على الذكر. هتقولي طب ما نتف الريش بيأخر البيض. ايوه، نتف الريش بيأخر البيض بس لو الجناح كله، لكن لو ريشتين من هنا وريشتين من هنا وريشه من الجناح الديل ده وريشه من الديل ده تمام، يعني اول الديل اهو كده اهو قدامنا، اخد الريشه الاولانيه دي والريشه اللي واسيب بقى ايه بقى الديل كله اسيبه. تمام، اخد بس طرف من ايه من الناحيه دي والطرف من الناحيه دي، اشيل الريشتين ومن الجناح ريشتين ومن الجناح التاني ريشتين. حلو، مش هيأثر معاك زي ما بتنتف الجناح كله او الديل كله. تمام، حلو، هم كلهم 6 ريشات اللي بتنتفهم يعني. وبتدي نص قرص وسنتي من التوتال لمده 3 ايام 3 ايام. تمام، وبعد احيانا انا بخش في بعد 5 ايام. بعد احيانا بنزل في 5 ايام دي لو النتايه بقى خلاص، اللي كانت عندي سنه دي خلاص، فانا حطيتها 5 ايام. تمام، بعد ال5 ايام دول استنيت اسبوع، بدات ابص على النتايه. تمام، بدات الاقي النتايه من تحت. تمام، بدات تطري والشوك يوسعوا، قلت خير الحمد لله. بعديها بشويه جيت بتاع 3 4 ايام كده داخل عليها ببص لقيت النتايه تمام محصيه وزي العسل. يبقى كده انا شغال معايا صح، يبقى انا اطلع اقول لك تعمل ايه تمام بدول وانت هتدعي لي بجد. اشوفكم على خير.